السلام عليكم. مبروك مبروك لكل الأهلاوية على المباراة الرائعة، على الأداء المشرف، وعلى اعتذار تريزيجيه للجمهور. يعني تريزيجيه يجيب هدف ويعتذر للجمهور كمان. النهارده النادي الأهلي ما كانش هيفوز 1-0 للأسف. امال كان هيعمل ايه يا عمر؟ النادي الأهلي المفروض كان يفوز 5-0 4-0. ليه ده كل ده سيراميكا كانت بتلعب؟ لا، انا هحلل لك المباراه. اعمل لي لايك عشان تشوفني تاني، واعمل لي متابعه، وادعي الوالد بالرحمه. النهارده النادي الاهلي كان بادئ بتشكيله في الشوط الاول بصراحه كلمه ممتازه دي شويه عليه. بادئ بدفاع محترم، خط وسط رائع، وهجوم مميز جدا. بس برضه يعني زي ما في ايجابيات، انا عاوز اجيب الموبايل عشان اوريكم السلبيات. في سلبيات. طيب نتكلم على الايجابيات الاول من ناحيه الاهلي، وبعدين هندخل على سيراميكا كليوباترا. الاهلي النهارده كان ضاغط 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 لحد ما فعلا تريزيجيه جاب هدف بس. لا، ده ضيع هدف تاني وهدف تالت. طب تريزيجيه اللي ضيع لوحده؟ لا برضه. بن شرقي ضيع هدف اول وهدف تاني بس كده؟ لا. جريديشار اول ما نزل ضيع هدف بس كده؟ لا. محمد شريف ضيع هدف مؤكد، الكرة جايه له فاضي شوط. كذا انفرادي للاهلي وكذا كوره كلهم ضاعوا. طيب المشكله في ايه؟ الاهلي بدأ صح، بدأ يعني كفرقه، وك اللعيبه متماسكه مع بعض وبيخلقوا مساحات من ما فيش. مروان عطيه اولا احنا نشكرك يا مروان، شهاده حق. طب مروان لوحده، ونشكر تريزيجيه معاه. طيب مين تاني؟ احنا بقى مش عاوزين نغوط، هنشكر اللعيبه كلها كده. طيب مين بقى؟ او يعني كابتن عماد النحاس غلط في غلط انه ادى فرصه لطاهر. طاهر شفناه باداء سيء، انا صريح. طاهر ظهر باداء مش ولا بد، مش اللي هو. طيب طاهر لوحده، محمد شريف. يعني انت طاهر المفروض كان طلع من بدري، ومحمد شريف انت سايب جراديشار ومنزل محمد شريف. ما هو بالعقل برضه. يعني انت سايب البوب ومنزل محمد شريف، ومين اللي قال للاهلي يرجع محمد شريف؟ هو مش كان هيروح الزمالك؟ يعني من اخطاء المباراه، انا عاوز اجيب لحظه واحده يا جماعه عشان اوريكم كل حاجه بس على ورقه والقلم نشوفه بس، عشان انا مصور كل حاجه في الموبايل، ويبقى الكلام كله على الورقه والقلم، لان انا كاتب كل حاجه. بسم الله. عندك يا سيدي طاهر طلع في الدقيقه 83. انت اتاخرت عليه يا كابتن، اتاخرت عليه يا كابتن عماد ان انت تقعده الوقت ده كله، اتاخرت عليه جامد. عندك تاني حسين الشحات اتبدل مكان محمود تريزيجيه امتى؟ في الدقيقه 71. انا مش هقول للمدرب اتاخر او ما اتاخرش، لان تريزيجيه اول ما خرج الدنيا باظت، ولما حسين الشحات نزل خد مكان تريزيجيه بصراحه عمل اللي عليه وزياده، عشان نكونوا صراحه مع بعض. عندك يا سيدي في هجمه تانيه بن شرقي. بن شرقي طالع انفرادي، بص كده، بص بن شرقي طالع انفرادي. انا عاوز اقرب على قد ما اقدر اهو، عاوز اقرب على، بص كده يا معلم، بن شرقي اهي، بن شرقي طالع انفرادي. طيب دخل هدف يا بن شرقي؟ ولا دخل ولا عمل ولا عرف يتعامل معاها. بن شرقي النهارده ما كانش افضل حال، لمسته كويسه بس في التسديدات والنهايات عنده سيئه برضه. وعندك كمان انفرادي اهو، مش عارف ده محمد هاني ولا تريزيجيه اهو، انفرادي برضه اهو، مش عارف هو نفس الانفرادي ولا انفرادي تاني برضو. الاهلي ضايع. بص مساحه قد ايه، يعني انت بص كده، ركز معايا، بص المساحه قد ايه فاضيه قد ايه، انتوا شايفين كده كويس؟ بص المساحه فاضيه قد ايه. 2 لاعب من النادي الاهلي بقى قدام في منطقه ال 18 عند سيراميكا، و4 لاعب يعتبر او 3 لاعب ومش لاحقينهم، وبرضو الاهلي ضيع فرصه منه. عندك برضو احنا اتكلمنا على اخطاء بن شرقي. بن شرقي برضو النهارده عشان نكونوا صراحه مع بعض مش افضل حاجه. عندك بقى سيراميكا كليوباترا غلط غلطه كبيره. المفروض كان اول ما بدل نزل 4 تبديلات مع بعض، 2 هجوم و2 دفاع. لا ده هو جه في الدقيقه 68 طلع صديق اجولا ونزل احمد بالحاج. ما ينفعوش. يعني انت حطيت لي الهجوم وسايب لي الدفاع اللي بايظ عندك. سيراميكا كليوباترا مشكلته النهارده في المساحات،
والتنفيذ بتاع الكرة سيء جدا. لمسات الكرة يعني سيء دي شوية كمان، لمسات الكرة أكتر من سيء. النادي الأهلي النهاردة لمساته كانت محكمة وبيقطع الكرة بشكل مميز جدا. الأهلي كدفاع وكهجوم وكخط وسط مروان عطية عامل زي الدايرة. لا بصراحة والله العظيم تستاهلوا يا سيراميكا كليوباترا. أنا مصور لكم كام هجمة يا رب ألاقيها. هي دي، ده هجمة مين دي؟ ده هجمة المعلم محمد شريف اللي ضيعها. ده أنا مصورها بقى لأن أنا كنت بسمع. عندك إيه تاني يا سيدي؟ ماشي. ضربة الجزاء بقى، ضربة الجزاء اللي طلع عليها الحكم، ادانا مصورها اهي، اللي طلع عليها الحكم وقال لك مش ضربة جزاء. والله من وجهة نظر انها ضربة جزاء لسيراميكا كليوباترا عشان نكون صراحة. دي ضربة جزاء صريحة. مين اللي كان وراه ده؟ انا عاوز اعرف مين. طاهر، هو طاهر بيتهيألي، والله انا مش واخد بالي. ضربة جزاء صريحة لسيراميكا كليوباترا، والحكم طالع بيقول لك ايه؟ ان هو عاوز يبص على الاثنين، الخطأ اللي هنا والخطأ اللي هنا. فدي ضربة جزاء صريحة لسيراميكا كليوباترا. عندك يا سيدي برضو ادى الهجمه بتاعت تريزيجيه واوريك اخطاء الدفاع عند سيراميكا كليوباترا. بص يا معلم، انا كنت عامل ازاي كده؟ ايوه كده. بص يا معلم، دي الهجمه بتاعت تريزيجيه اهي، هجمه الهدف اهي. هو طبعا ظهر عندك ان هي من الشمال بس هي عندنا من اليمين من هنا. بص، بدأ خد الكوره، عندك المدافعين بتوع سيراميكا كليوباترا ده وعندك ده وعندك ده، الثلاثه دولت ما عملوش ولا اي حاجه مع تريزيجيه. بمعنى اصح انت مفروض الكره اتقطعت منك، انت ما تجريش ورا تريزيجيه. يعني المفروض ده المدافع ده ما يجريش وراه لان خلاص انت في منطقه سباق، ده تريزيجيه. انت المفروض تقطع من قدامه، تيجي من قدامه او ده يقطع حتى لو ياخد طرد ويكسره. بص سايبين له الكوره، خلق مساحه عامله ازاي. انا عاوز اقرب بقى. بص المساحه اللي خلقها تريزيجيه عامله ازاي. بص المنطقه الفاضيه دي سبب الهدف. حلو، هدف النادي الاهلي. ايه تاني؟ ادي الكوره اهي برضو عن قرب اهي، كره هدف تريزيجيه. بص ادي الكوره مع تريزيجيه اهي. بص المعلم واخد الكوره مع نفس تريزيجيه اهو يا جماعه، اهو واخد الكوره مع نفسه وهم بيتفرجوا عليه. نخش بقى على الصوره ثانيه. هو الموبايل عندي بيحفظ سكرينات نوبه واحده ليه كده؟ وفي لقطات تانية يا جماعه، استنوا بس ما تروحوش مني في حته، ده لسه في لقطات تانية اهو لقطات كتيره والله. بس عندك مين يا سيدي؟ ضربه الجزاء دي واضحه تماما ما فيهاش كلام. الاهلي النهارده قدم مباراه جيده، ولكن اللعيبه نفسها ما كانتش على يعني مش كلها، بعض من اللعيبه كان اتغير. طاهر بن شرقي ما كانش يقعد كتير، كان حلو بس لمساته الاخيره سيئه. عمر محمد شريف كان يطلع وينزل مكانه تريزيجيه. هي دي اخطاء بسيطه. بس الاهلي النهارده بقى في المركز العشرة. انت عاوز ايه تاني؟ عاوز اكتر من المركز العاشر؟ كمان مباراه في الثانيه مسكت المركز الاول. انت عاوز ايه تاني؟ النهارده النادي الاهلي قدم مباراه، عرف يخلق فرص. ملخص بقى الكلام ده كله، الاهلي عرف يخلق فرص. تريزيجيه، بن شرقي، خط الهجوم بقى خط الوسط لحد راس الحربه محمد شريف اللي للاسف مهاجم صريح، كانوا كلهم مع بعض من ايده محمد شريف. جراديشار اول ما نزل كان هيجيب هدف. فبصراحه محمد شريف ما ينفعش راس حربه ولا مهاجم صريح. بقى انا من وجهه نظري اتحط في وسط الملعب، ما يروحش يمه المرمى خالص، منطقه ال 18 خالص. بصراحه يعني كده فيديو النهارده انتهى. لايك بقى وتصلي على النبي وادعي الوالد بالرحمه، واعملوا لايك ومتابعه عشان تشوفني تاني، والسلام عليكم.